السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة تعليم الخياطة باي كوكيت. أنا نرحب بكم ونرحب كامل المشتركات الجدد، بنقولهم نورتوا القناة. اليوم جيتكم فيديو جديدة عبارة عن فكرة مشروع رمضان. درك قبل ما نبداو لا فيديو تاعنا ما تنساوش تصلوا على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. نبداو دركا. اول حاجه راح نشرح لكم هنا على الورق باه تفهموا، وبعدها نروحوا نطبقوا على القماش. المشروع تاع اليوم هو عباره عن الطراشن، يعني نديروا سراف تاع رمضان. واش راح نديروا؟ عندنا راح نشريو مثلا القماش هذا اللي نلقاو العرض تاعو هنا 90 سنتيمتر، هنا راح نلقاو 90 سنتيمتر، هذا هو عرض القماش. وعندنا الطول، نتوما شحال حابين تشريو، مثلا تشريو 10 مترات من كل لون ولا 5 مترات، يعني ابداو بكميه صغيره وبعدها روحوا لكميه كبيره. اول حاجه واش راح نديرو؟ راح نجيبو 90 سنتيمتر هذه راح نقسموها على 2. انا هنا راح نعطيلكم طريقه باش ما تتعبوش في الخياطه، ماشي كل طرشونه تخيطوها وحدها. درك راح نجيبو القماش هذا 90 سنتيمتر نقسموها هكا على 2. وش راح تعطينا؟ راح تعطينا 45 سنتيمتر منا وتعطينا 45 سنتيمتر منا. وش نروحو نديرو؟ نروحو نقصو، يعني رايحين نقصو كل 45 سنتيمتر وحدها كما قلت لكم. درك نرجعوا نطبقوا على القماش وتفهموا. دركا بعد ما قصينا عندي هنا 45 والطول هنا كما قلت لكم شحال نتوما حابين تشريو. وش نروحوا نديرو؟ اول حاجه نروحوا نكفوا هنا جهه الطول هذه، يعني مثلا عندك 5 مترات 6 مترات كل وحده شحال تشري، هذه نروحوا نكفوها ديريكت كما هكا على 1 سنتيمتر. ديروا مثلا اطويو على نصف سنتيم وزيدوا عاودوا على نصف سنتيمتر وتكفوا على طول القماش. يعني كما هكا. وبنفس الطريقه للجهه الاخرى زيدوا تطويو من هنا نصف سنتيمتر وتزيدوا نصف سنتيمتر وديروها ايضا هكا على طول القماش، يعني راح تطويوها على طول القماش تاعكم هذاك 5 مترات ولا شحال شريتو نتوما. بعدها واش نروحو نديرو؟ نروحو بعد ما كفيناها واش نروحو نديرو؟ نعينو 35 سنتيمتر اللي هو هنا راح يكون لنا العرض تاع الطرشونه 35 سنتيمتر. تزيدوا تعينوا 35 سنتيمتر، يعني تبقاو تعينوا 35 سنتيمتر وتروحوا تقصوا على 35 سنتيمتر هذه. راح تقصوا هنا، تقصوا هكا، يعني هنا راح تخرج لكم واحدة، هنا 2، هنا 3 وهكذا على حسب ما شريتوا القماش. بعدها بعد ما نروحوا نقصوا هك نروحوا درك نروحوا نكفوا هنا ايضا على 1 سنتيمتر فقط، ولا قدرتوا ديروها اقل لانه 35 هنا برك درنا وهنا العرض راهو 45 سنتيمتر. درك هنا ما تاكلوش بزاف، هنا عندكم حريه الاختيار، بصح هنا ما تاكلوش بزاف. ان شاء الله تكون مفهومه. درك نروحوا نطبقوا على القماش باش تفهموا اكثر. لاحظوا معايا الان راني جبت القماش تاعي عندي طويته على 2 اعطاني 45 سنتيمتر، يعني هكا كي نفتحو راهي 90 سنتيمتر، كي نطوي على 2 راح تعطيني 45 سنتيمتر. هذا عرض القماش. بالنسبه للطول هذا هو طول القماش. دركا طويته كامل هكا على 2 ونروحو نقصوه. درك نروحو نقصو في الجهه هذه المغلقه. درك نعطيكم ملاحظه باش ما تلقاو حتى اعوجاج، بما انه كاينين الخطوط هذه يعني راح يساعدكم خلاف القصان. درك واش ندير انا هنا؟ بعد شوفوا اول حاجه تعدلوا اولا ديكالاج هنا في البدايه تاع الطراشن، قادرين تلقاو ديكالاج، درك تروحوا تعدلوه. بعدها كي طويتوا على 2 انا طحت لي مع الخط الاحمر هذا كما راكم تشوفوا. شوفوا يعني الطويه هذه اللي تقسم لي 90 سنتيمتر على 2 باه تعطيني 45 سنتيمتر هو الخط الاحمر هذا. دركا نروح نقص معاه كامل، يعني على الطول كامل نروح نقص على الخط الاحمر هذا على طول القماش هذا اللي عندي. درك نقصه ونرجع معاكم. هنا بعد ما قصيت تحصلت على قطعتين بعرض 45 سنتيمتر كما راكم تلاحظوا،
والطول هو نفس طول القماش اللي شريته. مثلا هنا عندي 5 مترات، يعني 45 على 5 مترات. درك واش نروحو نديرو؟ درك نروحو لآلة الخياطة ونكفو ال5 مترات هذم. يعني الفكرة هذه وش هي؟ ماشي انكم تروحوا تفصلوا كل طرشونة وحدها وبعد تروحوا تكفوها، يعني تكفوا بالكعبة هيك راح تديو وقت بزاف وراح تتعبوا. درك الطريقة هذه سهلة خلاص. واش نروحو نديرو؟ نروحو نكفو ال5 مترات هادو، يعني نكفوا الجهات الأربعة. القطعة هذه عندها 1 2، وهنا القطعة هذه ثاني فيها جهتين. نروحوا لآلة الخياطة باش نديروهم مع بعضنا. لاحظوا معايا هنا نركبوا الخيط بنفس اللون تاع القماش. هنا عندي اللون الأسود، بعدها نجيبوا عنا هذا الوجه وهذا الظهر. رك بالك تغلطوا. نجيو للظهر هذا ونطويو، عنا نطويو نصف سنتيمتر الطية الأولى، ونزيدو نديرو الطية الثانية كيف نصف سنتيمتر، ونروحو نخيطو خياطة مستقيمة. والحاجه السهله كما قلت لكم في القماش تاع الطراشن هذا انه الخطوط هذه دركا بقاو متبعين بنفس الريتم هذا، يعني تخليو نفس المسافه من هنا وتخيطوا كما راكم تلاحظوا. يعني دوك نكملوا الطريقه من الحديد لللومبالاج كامل كيف ونحدوا سعر البيع. دركا قبل نتانا ما تكملوا على فيديو ما تنساوش جام وابوني للقناه وخليوا لي كومنتار شباب باش يحفزني ونزيد نكمل معاكم. وما تنساوش تصلوا على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام. دركا نكملوا بنفس الطريقه هذه الجهات الاربعه كما قلت لكم، ونرجع نكملوا معاكم الجزء الثاني كيفاش نخيطوا الجهه الاخرى. الان لاحظوا معايا بعد ما كملت كففت الجهتين منا ومنا، وشوفوا ركزوا هنا الخياطه راح تكون على الحافه كما راكم تلاحظوا باش ما يجيش تجي مهزوز يعني القماش. بعدها نروح نقيسوا دركا 35 سنتيمتر في العرض، يعني هنا تاع الطرشونه نقيسوا 35 سنتيمتر ونقصوا. لاحظوا معايا هنا راني نقيس 35 سنتيمتر، يعني من البدايه لهنا راح نتحصلوا على 35 سنتيمتر. ها هي وين جاتنا 35 سنتيمتر. كما قلت لكم القماش هذا راهو سهل. درك انا نتبع الخط هذا راح تخرج لي كيف كامله 35 سنتيمتر كما راكم تلاحظوا. نتبع فقط الخط اللي طاحت لي فيه 35 سنتيمتر. يعني نتحصلوا مازالت هنا راهي ماشي محدده. انا هنا كي نكملها كامله بالكفه ونروح نحددها. درك واش نديرو بكل سهوله تقدروا تكملوا تقيسوا دائما 35 كما تقدروا تحطوا فقط هكا الطرشونه على اختها وتروحوا تقصوا. هنا بعد ما كنت قصيتهم هكا كامل كما راكم تلاحظوا قصيتهم كامل على 35 سنتيمتر. درك نحطهم قدامي في الماكينه ونبداو نكفوا الجهتين هادو اللي بقاو. درك لاحظوا معايا كيفاش نديرو. عنا هنا نجيو نديرو هكا مثلث صغير كما راكم تلاحظوا، بعدها نطوي طويه هنا صغيره ونزيد نعاود طويه اخرى صغيره باش تخرج لي انفينيه بيا ونروح نخيط. ودايما في البدايه ما تنساوش البوان داغي. نخيطوا دايما هنا على الحافه. هنا برك ما تكبروش هنا الطيه بزاف لانه كما على بالكم درنا فيها 35 سنتيم فقط اذا كبرتوا الطيه الكفه هذه راح ينقص لكم الحجم تاع الطرشونه.
نكملوا هكا بنفس الطريقه. كي نوصلوا هنا للاخر، هنا كما راكم تلاحظوا نزيد نديروا المثلث كما درناه من المره الاولى، ونديروا الطيتين عادي. عندي هنا كيف نوصلوا للاخر نديروا البوان داري بلا ما نقطعوا الخيط كما قلت لكم باش ما نضيعوش الوقت. بنفس الطريقه نزيدوا نجيبوا الطرشونه الثانيه نعملوا فيها المثلث كما نعدت لكم، ونكملوا نديروا الطيتين تاعنا عادي. حطوها هنا مباشره مع الاخرى باش ما نبقاوش نضيعوا في الوقت، ونكملوا بنفس الطريقه. يعني دائما من بعد راح نقصوا هنا فقط الخيط هذا، وبنفس الطريقه نكملوا طراز الاخرين. الان لاحظوا معايا بعد ما كملتهم كامل بالخياطه، درك الخطوه هذه مهمه لازم نحديد، يعني نحدوا كل طرشونه وحدها على حده كما تلاحظوا. هنا نستخدم لافاتير. درك نعطي لكم حتى الطريقه اللي تطبقوهم بها، تحطوهم في اللون بالاج. درك حدوا مليح خاصه وين خيطنا الخياطه هذيك. وفي يديكم دائما الكوب فيل، عندنا هنا اي زوائد من الخيوط تنحيوها. درك ركزوا مليح على فينيسيون، وين نلقاو خيوط زائده لازم نحيوها. عنا نحدوا ونحطوا على الجهه حتى نكملوهم كامل. الان لاحظوا معايا بعد ما حددتهم كامل نجيو باش نطبقوهم. شوفوا عنا نطويو هنا طيه صغيره، بعدها نطويو هكا باش نتحصلوا على شكل مربع ونطبقوه مثلث. نطبقوا بالشكل هذا هنا، ونديروا كل 6 مع بعضهم. نعاود نطبق معكم واحده، نطويو عنا جهه هنا لانه عندنا 45 على 35 ماهيش مربع. درك هنا نرجعوها مربع هكا، ونديروا الشكل النهائي المثلث تاعنا، وبنفس الطريقه نكملوا الباقي. عنا بعد ما طبقناهم نجيبوا بساشي هذا تاع لون بالاج ونحطوا فيهم 6، يعني نحطوا 3 كما هكا. دايما خيروا الوجه يعني اللي يكون التطبيقه تكون منظمه، هي اللي تحطوها في الوجه. لاحظوا معايا حطينا 3 هكا و3 مقابلينهم ونغلقوهم عادي. تلقاو هنا فيها واحد الشريط هكا لاصق، تفتحوه عادي وتغلقوها ونتحصلوا على الشكل هذا. لك هكا تخرجوا لها الهواء، وكما هكا تكون النتيجه، يكونوا بيان فيني ويكون الامبلاج تاعهم هكا مليح. دونك هنا بعد ما كملناهم بالنسبه لسعر البيع،
انا راني نبيعهم ب30,000. هنا هكا يعني تديو باكية فيها 6 ب30,000. بالنسبه لسعر القماش راهو لقيتو المتر دير 13,000. لقيتها يعني في حانوت واحد، الباقي كامل راه يبيع فيها ب15,000. دونك مش راح يكون فيها ربح بزاف، بس تقدروا تبداوها. وهذا هو الوقت باه تبداوه المشروع هذا، ما تسناوش حتى يوصل رمضان. هذا هو وقت المشاريع تاع رمضان. درك كان هذا هو الفيديو تاع اليوم، ان شاء الله يكون نال اعجابكم، وان شاء الله نكون فدتكم ولو بالقليل. واي سؤال خليولي في التعليقات، وما تنساوش الجام وفعلوا الجرس باه يلحقكم كل جديد. وما تنساوش تخليولي ثاني كومنتير تحفيزي باش نزيد نكمل. واذا مهتمين في سلسله المشاريع قولوا لي باش نكملوا فيها ونزيد ندير لكم مشاريع خلاف باذن الله. تهلاو لي في رواحكم، في امان الله، سلام.